حلمت من كام يوم ان انا طالعه من اوضه الاطفال، فلقيت جنازه في الصاله عندنا. فبقول جنازه مين دي؟ ما حدش رد عليا، بس ما اعرفش هو مين اللي فيها، بس في حد رد عليا وقال لي دي جنازه حد من الصالحين، وقال لازم يعدي من هنا. لفت نظري ان النعش كان ماشي بسرعه. طيب بعد كده انا قلت دي حاجه مش حلوه، لازم اكيد تكون حاجه مش حلوه، لازم اسال حد اعمل ايه. فقمت من النوم. بعد كده نمت تاني، حلمت ان انا لقيت شيخ في شقتي بيقول لي لازم تغسلي سجاد وستاير البيت. طيب ماشي. بعد كده حلمت ان انا طالعه اشتري ذهب ليا. رحت لمحل الذهب، لقيت دكتور صيدلي هو اللي واقف في محل الذهب. فاشتريت منه خاتم الاول ولبسته في صابع، واشتريت خاتم تاني ودبله ولبستهم في صابع تاني. بس الخاتمين والدبله كان لونهم اسود، اللي هو لون دبل الرجال. معاكي عيال ايه بتقولي؟ معايا ولد واحد. واشتريتي ايه من الصاغ؟ نعم. اشتريتي ايه؟ اشتريت خاتمين ودبله، خاتم لبسته في صابع وخاتم ودبله تانيين لبستهم في صابع تانيين. انت حامل في شهر كام؟ حامل في الشهر الثالث. يعني لسه ما عرفتيش؟ لا ما عرفتش انا حامل في ايه. ان شاء الله هتجيبي توأم باذن الله. ان شاء الله توأم، بس انا عملت سونار يعني. ما يبانش في الثالث على فكره. انت اشتريتي ايه؟ مش قلتي دبلتين؟ نعم. خاتمين، خاتم لبسته في صباع، وخاتم ودبله لبسته في صباع تاني. يعني 2. 3. طيب مع كده 3. ما معاه عيل. بس اللي لفت نظري ان هم لونهم اسود، مش ذهب ولا كده. بس انت في محل الذهب. في دكتور صيدلي واقف بيبيع بدل اللي هو اللي بيبيع في المحل. يعني هو محل ذهب. بس لقيت هو دكتور صيدلي من بلدنا، هي دي الصيدليه اللي انا بتعامل معاها وبجيب حبوب الحمل والحاجات دي. ماشي. خلصتي؟ امبارح بقى حلمت ان انا وجوزي بنتعشى. حبيبتي نعم؟ انت كده قلتي 4. لا ده كان حلم واحد بس والله. كل ده في حلم؟ كل ده حلم؟ هو انا بس متصله بحضرتك مخصوص علشان خاطر. طب قولي. طيب انت قلتي لقيت شيخ. انا بس الثاني مش هطول على حضرتك. في نعش جنازه وفي نعش ماشي بسرعه. طب قولي يا اميره. قفلت؟ اقول ماشي. انا بس امبارح حلمت ان جوزي خدني ورحنا نتعشى في مكان انا ما اعرفش المكان ده كويس. ماشي. فالاكل اللي هناك ما عجبش جوزي. ف نادى عليه على الجرسون او الولد اللي بيقدم. ماشي. هو خلاص انا عرفت الرموز. طيب ماشي. ايه حكايه بقى الجنازه والنعش اللي ماشي بسرعه؟ من احلى الاحلام. ما شاء الله. من احلى الاحلام. يا رب تكوني معايا يا اميره. والحلم الاخراني دوت فيه رموز وانا هقوله لك برده. حته ان انت خلينا بقى نبدا من الحلم الاخراني خالص. اللي هي جوزها خدها والاكل تقريبا ما عجبوش. في مشاكل في اكل عيشه على طول. الاكل ما عجبوش، يعني ماشي حياته بالعافيه او شغله فيه مشاكل وزعلان، بس هو ماشي عشان خاطر الدنيا تمشي. مظبوط. اما بقى الحلم اللي بعديه انا عارفه هم 4 ولا 5 مش واحد. الدكتور الصيدلي دي بشاره ليها ان هي هتقوم بألف سلامه، لان الدكتور دي بشاره. تمام. وكمان في محل الذهب، ومحل الذهب احنا بنجيب منه ايه؟ حاجه تفرحنا طبعا. بنجيب منه خواتم، بنجيب منه شبكه، والدكتور بتاعها واقف في محل سايغ. يعني شوف انا بفسر حته اهو عشان تكتبوا ورايا وتتعلموا يا جماعه، عشان ما تحتاجوش لحد. اللي انا اقوله لكم الاحلام النهارده فيها رموز كتير جدا. محتاجه ان انتوا تكتبوها عشان ما تحتاجوش لحد. الله عليك يا حاجه ايمان حبيبتي يا دودو. فالدكتور الصيدلي طبعا بشاره، لان طبعا داخله على ولاده وكده. وكمان في محل ذهب، يعني ايه هتبقى ايه ان شاء الله ايام سعيده وهتقوم بألف سلامه. وفي فرحه ايه ان انت تخش محل ذهب، حتى لو الدبله سودا زي ما قالت، حتى لو سودا يعني برضو خير طبعا. طيب تمام. الشراء من محل الذهب ده خير، الا في حاله واحده مش هنقوله دلوقتي علشان خاطر ما ملوش علاقه بالاحلام بتاعتها. بس ممكن يشتري حاجه من محل الذهب تكونش خير. هقول لك عليها. حاجتين مش خير. كل حاجه حلوه من محل الذهب ما عدا حاجتين، بس مش موضوعنا دلوقتي عشان نفصلها. ماشي. اوكي.